تقييمات لاعبي النادي الاهلي امام ميدياما من قبل الكابتن محمود ابو الدهب وكابتن هاني العقبي، تقييمات صادمه. خلينا نسمع ونرجع لبعض مره تانية. خليني اخد منكم تقييماتكم للاعيبه الاهلي النهارده يا كابتن. هبتديها بالشناوي. كابتن ابو الدهب بتديله النهارده ياخد كام؟ 9 من 10. 9 هايل النهارده امتياز بصراحه. كام يا كابتن؟ طبعا 9.5 كمان لو ينفع يعني. عايز تديله 10 اديله يا كابتن. 10 عندك من طبعا. 10 لو 10 خلاص 10. طيب خلاص هايل. كابتن هاني 10 من 10 الشناوي. ابو الدهب 9 من 10. طيب محمد هاني كابتن ابو الدهب 3. كابتن لا الشوط الثاني عمله كويس قوي، هايل طبعا يعني. تديله كام؟ اديله 7. 7. فرق كبير ما بين هاني كابتن هاني وكابتن ابو لا الدهب. الشوط الثاني عمله ماشي. كويس قوي. ياسر ابراهيم يا كابتن ابو الدهب ياخد 6. كابتن. هو وعبد المنعم 6. طيب هاجر عبد المنعم كابتن ابو الدهب تدي لعبد المنعم 6 برضه يا فاروق. طيب كابتن هاني قال لك 6 برضه. طيب كريم الدبيسي يا كابتن هاني الشوط الثاني برضه كان كويس قوي، 7. كابتن ابو الدهب 6. مروان عطيه كابتن ابو الدهب 7. كابتن هاني 8. طيب ديانجا كابتن ابو الدهب 5. كابتن هاني عايز تديله 0 اديله ما لا مش لا هقول لك لا والله. لا 5. 5 بس انت قلت لي ما عجبكش. اه طب تديله 5 ما عجبكش يعني عشان يبقى متوسط يعني. لكن مش ضعيف يعني. نص العلامه يعني هو نجح على الحروق يعني طيب امام عاشور يا كابتن ابو الدهب ياخد 8. 9. 9. كريم فؤاد يا كابتن ابو الدهب لحد ما طلع كان كويس يا فاروق، ياخد 7 ونص. 9. طيب حسين الشحات يعني بيميل للعب الفرد كتير يعني، ياخد 6. 6. كابتن هاني 8. كهربا كابتن ابو الدهب يعني عشان الجون ياخد 5. عشان الجول عشان كان وحش قوي كده يعني. لا انا ما شفتوش، ما حسيتش بيها الا بعد نزول قفشه وبيرسي تاو وانا بكلمك. يعني هي كابتن ما فيش هاني. الا الفرصه اللي كابتن ضاعت يا هاني. 7. طب قبل ما اروح للي بعده، هو في الحقيقه انا بستغرب في وقت من الاوقات اقعد ادور على فيرود يجيب لي جول، ها، وبعد كده اما يجي الفيرود ده يجيب جول تقول لي اصل هو انا ما شفتوش. وانا ما هو وانا ما قاعد هو استنى ما بقى هو جاب 90 جول دقيقه وفتح لك الطريق. طيب ما انت ما اديته 5، ما انا اديته 5 اهو. وده 5 ده ما هو 5 بعد ما جاب الجول. طب لو كابتن حسام حسن كان جاب الجول في ايه؟ كنت هتدي له 5؟ هو حسام حسن بيلعب. طب كابتن رضا لو كان جاب الجول كنت هتدي له 5؟ لا تدي له 10 من 10. ايوه يبقى خليك فير بقى. كابتن هاني انت اديته كام؟ 7. 7. طيب ماشي. طب قفشه لما نزل كابتن هاني 7 برضه. ياخد 7 يا فاروق. ماشي. بيرسي تاو كابتن هاني 7. 8. طاهر يا كابتن ابو الدهب 0. بتضحك قوي. اديله. بص كابتن ابو الدهب عنده موقف معين وشايف حاجه معينه في الفنيات فبيداله الحته دي. أيوة. كام يا كابتن؟ يعني عمل اللي مطلوب منه، اديله 5. اديله 5. طيب صلاح محسن 5. كام يا كابتن؟ عشان جاب جوله علشان فهو اديله 9. ماشي. طيب هو كوكا طبعا في ما لحقش 86 يعني. طب لا، ما تدوا لحقش. كولر النهارده اداره اللقاء كابتن من وجهه نظرك؟ انا اه لا 10 من 10 طبعا. 10 من 10. طبعا. اه تغييرات فرقت طب بدايه اللقاء ما تاخدش من باخد الرقم ده؟ المجمل كله. ايوه ماشي. ما هو في جزء منه بدايه اللقاء نفسه في ادارته لاول ربع ساعه. اي مدرب في العالم آه. بيبقى حاطط سيناريو للمباراه. تمام. ما انتش عارف برضه في الاخر هيمشي ولا مش هيمشي. كويس. لكن هي الشطاره بتاعت المدرب ان هو يتدخل بتغييرات مظبوطه حتى لو السيناريو ده مش مظبوط. إنه غير شكل بالظبط. لا، بس الشوط هو الثاني بقى اتأخر لعبه يعني. اسرع، بقى فيه ايجابيه وفيه اصرار وفيه كام روح كابتن اعلى. لا كان في وقت لازم يتدخل. لما انت قريت الماتش زي ما هاني بيقول لك المدير الفني بياخد قرار، لكن انت قريت الفرقه اللي قدامك ان انت مصمم ان انت تخترق من القلب. لازم انزل عندهم السرعات زي بيرسي تاو، وده اللي عملها. هو ده التغيير. بعد التغييرات اللي عملها فاروق ياخد 6 من 10. 6 من 10 عشان التغييرات. زي ما حضراتكم سمعتوا كده، دي كانت تقييمات صادمه من كابتن محمود ابو الدهب وكابتن هاني العقبي للاعبي النادي الاهلي امام ميدياما. لحد هنا ده كان نهايه الفيديو بتاعنا. اتمنى لو وصلت معايا للنهايه تضغط لايك على الفيديو، تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان اوصلك كل جديدنا. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.